لذلك لم يعاتب عمر رضي الله عنه لما جاب النص وساب النص، يعني جاب نصف أمواله تبرعا للنبي صلى الله عليه وسلم وترك النصف الآخر. يبقى نتفق على أمر مهم، وهو إن الإسلام لا يدعو أتباعه إلى الفقر، ولا يدعو أتباعه إلى التخلي عن الدنيا والعزوف عنها، ولا يعاتب الأغنياء في شيء، ولا ينكر على الإنسان المسلم أن يجمع المال، بل إن الإسلام جعل المال وسيلة من وسائل العيش الكريم، العيشة الكريمة في الدنيا، باعتراف القرآن الكريم في قوله تعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. وهل يقدر واحد يقول إن لو واحد خلف 2 3 4 يبقى حرام عليه؟ لو استكثر الإنسان من الذرية فأنجب 100، أنجب 1,000,000، هل ينكر الإسلام عليه إنجابه لهذا العدد؟ طبعا لا، لأن الأولاد زينة. كذلك لو جمع الإنسان مالا الإسلام لا يعاتبه. إذا كانت هناك دعاوي من بعض المتكلمين يدعون الناس فيها أو يظهرون الإسلام على أنه دين التقشف، وعلى أنه دين يحارب المال، وعلى أن المال فتنة، وعلى أن الإنسان إذا أراد أن ينجو بنفسه أن يترك المال وراء ظهره، وأن يعزف عن الدنيا، وأن يترك الدنيا ولا يعمر الدنيا، هذه دعاوي لا يعرفها الإسلام أبدا. قلت أنه من الأنبياء من كان غنيا، ولو كان الغنى مصيبة ما جعل الله عز وجل الأنبياء ملوكا، أو من الأنبياء ملوكا أغنياء. لو كان المال مصيبة ما كان زينة الحياة الدنيا. المال نعمة، ولكن الإنسان يكتسب هذه النعمة في من الطرق التي يرضى الله عز وجل عنها. يبقى هذا مبدأ نتفق عليه الأول. يبقى الإسلام لا يكره المال ولا يحارب الأغنياء، ولكن هل الإنسان اللي عاوز يأمن مستقبل أولاده يؤمن مستقبلهم فقط بجمع المال لهم، أم أن هناك أمورا أخرى يجب أن يحرص الآباء عليها في تأمين مستقبل أولادهم بجانب المال أو بجانب جمع المال؟ هناك أمور أخرى. ما هي هذه الأمور؟ تقوى الله عز وجل، التربية على العقيدة الصحيحة، التربية على الخوف من الله وعلى مراقبة الله جل وعلا. ولذلك ستجد